أهلا بيكم في درس رقم 38 في دبلومة كانفا بعربي، والنهاردة هنتعلم ازاي نجهز اللوجو بتاعنا أو الديزاين بتاعنا للعميل لو في حاجات أنا استخدمتها عشان أخفي أجزاء من الديزاين. والطريقة دي بنستخدمها في كانفا عشان ببساطة أنا مثلا بحب إن أنا أخفي أجزاء من اللوجو بتاعي أو من الديزاين بتاعي عشان أطلع ديزاين شكله حلو. يعني مثلا ده حرف يو عادي وأنا حاطط عليه مستطيل من هنا عشان أقطعه، ولكن المشكلة بتظهر فين؟ لو أنا جيت غيرت الخلفية، مثلا خليت الخلفية لونها أبيض، هبتدي إن أنا ألاقي الأشكال اللي أنا استخدمتها باينة. وفي الحقيقة أنا عايز أبعت اللوجو للعميل وحرف اليو مقطوع وما يبانش الجزء ده على كل الخلفيات. يعني عايز فعلا حرف اليو يكون مقطوع، والشكل ده اللي تحت اللي هو المستطيل بتاعي لو انت عملنا زوم ان هنا وبصينا عليه انا عايزه يبقى مقطوع من غير ما اشوف خالص الشكل البنفسجي ده، وعايز حرف اليو يكون مقطوع من غير برضو ما اشوف المستطيل البنفسجي ده. والنهارده هنتعلم مع بعض موقع جديد اسمه فيكتور بيا. طبعا على خلاف فوتوبيا ان احنا بنستخدمه، هنستخدم كمان فيكتوروبيا. وده برنامج تابع لنفس الشركة اللي أنشأت فوتوبيا، ولكن هو متخصص أكتر في تصميمات الفيكتور. يعني إيه الفيكتور؟ يعني صيغة SVG، الصيغة اللي ما بتخسرش كواليتي، الصيغة اللي احنا بنسلمها للعميل كتسليم نهائي. اول حاجه هتعملها ان انت هتسحب الديزاين بتاعك من هنا بصيغه الاس في جي. هتيجي هنا تعمل داونلود وتختار اس في جي، وما تنساش تختار ترانسبيرنت باك جراوند. بعد كده هتفتح موقع فيكتور بيا وتعمل اوبن فروم كمبيوتر وتختار الملف اللي انت لسه منزله من كانفا. وبعد ما اخترت الملف بتاعك هتلاقيه فتح لك اللوجو بتاعك هنا، والواجهه هنا شبيهه جدا بفوتوبيا مع شويه تغييرات بسيطه هنتعلمها مع بعض. وزي ما انت شايف المشكلة عندي هنا ظاهرة، وهي الجزء البنفسجي اللي فوق واللي تحت، ودي الأجزاء اللي أنا مش عايزها أصلا تظهر، وفي نفس الوقت عايز الأشكال التانية تظهر بشكل صح. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا لو خدت المستطيل ده ومسحته زي ما انت شايف هتلاقي إن حرف يو رجع زي ما كان، في حين إن أنا عايز أشيله بس في نفس الوقت يفضل حرف اليو مقطوع، وهنا الجزء ده يكون أبيض، مش باللون الأبيض، ولكن الخلفية بتاعته تبقى no background، يعني ملوش خلفية. فتعالوا نتعلم مع بعض ازاي هنعمل القصة دي. وهنا هنستخدم البن تول، والبن تول دي أداة موجودة في إلستريتور ولكنها موجودة هنا بشكل مجاني على برنامج فيكتروبيا. هتمسك البن تول وتبتدي ترسم الجزء اللي على الشمال ده لوحده، والجزء اللي على يمين هناخده نسخة بعد ما نرسم الجزء اللي على الشمال، واللي في النص ده هتجاهله تماما كأنه مش موجود. تعالى نمسك البين تول بتاعنا ونيجي عند أول كورنر اللي على الشمال فوق ونحط أول نقطة عندنا، وبعد كده هتحط تاني نقطة عندك، وبعد كده تالت نقطة عندك. بص ببساطة اللي أنا برسم بيها. وبعد كده هتيجي عند نهاية الكيرف ده، يعني بص النقطة التالتة فين، النقطة الرابعة مش هتبقى هنا، مش هتقفل اللوب، لا هتيجي عند نهاية الكيرف بتاع حرف يو اللي انت حاطط عليه مسطرة وتروح ماسك النقطة دي، ولكن النقطة دي تضغط على الماوس وما تسيبهاش، تبتدي انك تسحب لفوق. كل ما تسحب لفوق الكيرف بيزيد من تحت، خد بالك ما تعوجش الكيرف كده عشان الرسمة ما تبص منك. بتنزل الكيرف لتحت بانك تطلع لفوق، وابتدي اطلع لفوق وانزل لتحت لحد ما تظبط الكيرف بتاعك مظبوط على قد الكيرف بتاع اليو الحقيقيه. وبعد كده هتسيب الماوس، وخامس نقطه واخر نقطه عندك هتلاقي عندها علامه دايره اللي انت شايفها قلبت. شايف البان بتاعي هتلاقي فيه دايره ظهرت دلوقتي، ودي معناها ان هو بيقول لك انك هتقفل المسار. لو ضغطت هنا فهنقفل المسار بتاعنا، وكده احنا رسمنا شكل جديد. طيب انت دلوقتي مش شايف المسار اللي احنا راسمينه؟ تعال نلونه بلون مختلف عشان تشوف احنا رسمنا ايه. دلوقتي احنا رسمنا نسخة طبق الاصل من حرف اليو، من الناحية دي من حرف اليو، ولكن بدون المساحة اللي في النص. طيب مطلوب منك تعمل ايه دلوقتي؟ نفس النسخة اللي انت رسمتها الت شيفت وتمسكها تاني، هتلاقيها جت نسخة منها. خلصت النسخة بتاعتك، وبعد ما جبته في المكان الصح هتبتدي تضغط على اوبجكت وانت ماسكه وتضغط على ترانسفورم، وبعد كده تيجي هنا على ريفلكت وتختار فيرتيكال وتضغط اوكي. هتلاقيه قلب لك حرف اليو
زي ما انت شايف كده قدامك. وبعد كده تقدر تمسح المستطيل البنفسجي اللي مزعلنا، وكمان تمسح معاه حرف اليو القديم، وكده بقى عندك يو جديد ملوش اي خلفية في النص، وهو مقطوع فعلا. لو استخدمناه على اي خلفية وهنجرب دلوقتي هتلاقي ان هو مفيش اي حاجة احنا حاطينها هنا. وبعد كده همسك اللون القديم بتاعي اللي هي الدرجة دي، هتاخدها كوبي وتقفل، بعد كده تاخدها هنا تحطها بيست زي ما انت شايف. هتمسك الالوان من هنا وتروح جاي ضاغط كده، فانت لونت ده. وبعد كده نفس الكلام هتعمله هنا، تختار اللون برضو، تيجي هنا تروح جاي حاطط اللون بتاعك وتعمل اوكي. هتلاقي ان انت خلاص بقى عندك اللوجو. لو عملنا كده زوم اوت، جينا كده ضغطنا رايت كليك زوم اوت، بعد كده زوم اوت، هتلاقي ان انت خلاص ما بقاش عندك المشكلة دي فوق. طيب تحت لسه عندنا المشكلة، نفس اللي عملته فوق بالظبط هتعمله تحت. برضه هتمسك المساطر تبتدي تحطها على الأطراف بتاعتك عشان ترسم بسهولة زي ما انت شايف كده. وهاخد مسطرة تانية من فوق وابتدي احطها تحت عند اخر حتة، ومسطرة رابعة واخيرة احطها عند اعلى نقطة اللي هي الطرف اللي هنا والطرف اللي هنا. نفس الكلام همسك البن بتاعي، ممكن اعمل زوم اوت شوية، مش محتاج ابقى زوم ان قوي بالشكل ده لان عندي مساطر عادي جدا. وبعد ما حطيت المساطر بتاعتي صح هبتدي ارسم زي ما اتفقنا. دي اول نقطة، بعد كده تاني نقطة، بعد كده تالت نقطة عند اقصى الارتفاع هنا، ورابع واخر نقطة عند اقصى الارتفاع هنا. وابتدي ان انا ما اسيبش النقطة دي واميلها لتحت شوية عشان اعمل نفس الكيرف بتاع الدايرة البنفسجي. هنعمل زوم ان عشان نشوف اكتر. هتلاقي ان انا راسم بالظبط نفس الحاجة اللي هي المفروض بعد ما اتقطعت. بعد ما عملت اللي انا عملته ده ابتدي ان انا اشيل بقى الدايره البنفسجيه، خلاص مش محتاجها في شيء. وابتدي ان انا اشيل معاها الشكل الحقيقي اللي انا خبيت منه جزء من الدايره البنفسجيه، اشيله هو كمان مش محتاجه. يتبقى لي الجزء اللي انا رسمته اللي هو الشكل، الجزء اللي انا عايزه بس. بعد ما عملت كده هرجع لونه للون الاصفر، وابقى انا كده خلصت اللوجو بتاعي. فلو انا رجعت لورا شويه هتلاقي ان خلاص ما بقاش فيه اجزاء متداريه. تعالوا نعمل تيست مع بعض، نحط كده خلفيه عشان نعرف الفرق قبل وبعد التنفيذ بتاعنا. وتعالوا نخلي لون الخلفيه دي اي لون عشوائي، مثلا اختار اللون ده وهجمع اللوجو بتاعي كامل، اعمل له جروبينج، وبعد كده هطلعه فوق الخلفيه دي عشان اشوف كده لو في حاجه متداريه. وفعلا الجزء ده والجزء ده مشاكله اتحلت. وانا لو مسكت لون الخلفيه دي غيرتها لاي حاجه فهتلاقي ان اللوجو بتاعك بيظهر بشكل صح من غير اي حاجه او اي ليميتيشنز في الوان، بسبب الاجزاء اللي انا مخبيها بالوان ثابته. وبعد كده طبعا بشيل الخلفيه دي وابتدي ان انا اجي هنا في الفايل والاكسبورت از، واختار الاس في جي، وبعد كده بعمل فيكتورايز للتكست وبعمل سيف. ولو رجعنا تاني لكانفا بتاعنا وحطينا اللوجو اللي احنا عاملينه مع اللوجو اللي احنا كنا عاملينه في الاول واشتغلنا عليه، هنلاقي ان هما الاتنين على الخلفية دي شكلهم كويس. بس لو غيرنا الخلفية دي لخلفية تانية، فلنفترض مثلا اللون البينك، هتلاقي ان اللوجو اللي فوق تمام، اللي تحت ضرب منك. طب لو غيرنا لخلفية تالتة مثلا اللي هي خلفية مثلا نقول الخلفية الزرقاء دي، هتلاقي ان برضو اللوجو اللي فوق تمام اللي احنا اشتغلنا عليه، ولكن اللي تحت لازم يبقى شكله كويس على لون واحد فقط اللي هو اللون الاساسي اللي انت اشتغلت عليه. ولكن اللي فوق حلينا فيه المشكلة دي. وحاول تقلدني في كل حاجة، يعني لما اقول لك تعمل بالمسطرة ده علشان ده بيساعدك في تحديد النقط في البداية عشان حساسية ايدك. البرنامج ده مجاني بالكامل، والانترفيس بتاعه شبه جدا برنامج إلستريتور وفوتوشوب. يعني لو عندك اي خلفية عنهم هتلاقي الامور سهلة وبسيطة. يبقى كده كانفا زائد البرنامج ده بيساوي إلستريتور، ولكن بتكلفة قليلة جدا، وهي تكلفة كانفا. زائد ان كانفا بيدعم السهولة في التصميم، إلستريتور اصعب شوية في التصميم. فانت كده بتجمع ما بين السهولة وما بين الجودة. وما تنساش ان في ميزة كبيرة جدا، ان انت لو العميل طلب منك حتى ملفات الإلستريتور فعادي جدا تعمل فايل وتعمل سيف از
AI، يعني بيدعم حتى التنزيل كملف Adobe Illustrator. فأنت كده تقدر تستغنى بشكل كامل عن Illustrator لو أنت أتقنت هذا الموقع. وما تنساش لو أنت عايز تتعلم تصميم جرافيكس وشغل أونلاين وعايزني أتابع شغلك وأتابع تطورك، تنضم لجروب العالم الموازي VIP بتكلفة رمزية جدا، أو تتعلم معايا بشكل مجاني في جروب العالم الموازي المجاني، وهتلاقي رابط الجروبين موجود في صندوق الوصف. أتمنى تطبقوا الدرس ده كتير وتكونوا استفدتوا منه، وأشوفكم في دروس جاية كتير.